هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم بنات فيديونا عن تنظيف المطبخ. فقبل ما نبدي بالفيديو حطوا لايك واشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وخلنا نبدي بالفيديو. بسم الله. فبنات تفاعلكم كلش نازل، واتمنى تحطون لايك واشتراك. طبعا بنات انا هواي جاي اتعب على الفيديو والقناة وعلى المونتاج، فاتمنى تقدرون تعبي واني اقدم لكم محتوى تحفيز حتى تقومون وتنظفون وهيجي. فخلنا نبدي بالفيديو. طبعا بنات هنا بدينا ننظف سقف الكاونتر. طبعا مالكم دخل من الاسلاك مال الكهرباء. فهنا بدينا نمسح. طبعا هاي مخصصة بس للحائط او للسيراميك حتى ما تتوسخ. المهم بنات، يعني احنا دائما ننظفه حتى يبقى نظيف، واكيد راح تتراكم الدهون والتراب وكل شي راح يتراكم. فبنات هذا كلش مهم تنظفون سقف الكاونتر. طبعا هذه الجلافة استخدمناها. بنات من تريدون تنظفون الكاونتر اكو جلافات تصير مو خشنة، يعني هي مبينة خشنة بس هي مو خشنة. ما ادري، اعتقد انا مصورت لكم ياهن، ما ادري. بس حتى الكاونتر ما يتشخط. اذا الكاونتر يتشخط خلاص يخرب. واذا انتو تقطعون على الكاونتر يعني بالسكينة فهم يخرب. فديروا بالكم وحطوا خشبة مال تقطيع وقطعوا عليها. شوفوا بنات هذا التراب المتراكم. طبعا بنات ديروا بالكم تتكهربون يا اسم الله عليكم بعيد الشر. بس يعني اذا شغلتوا الاضوية يعني ما حد يتكهرب. وهنا هاي الثلاجة. فبنات طفوا الاضوية ودير بالكم لا ينقطع يعني من أسلاك الكهرباء لو شي أو من الوايرات لا ينقطع. طبعا هاي الثلاجة حالتها مزرية وراح ننظفها. شوفوا بنات هذا طبعا راح نجيب هيجي يصير مثل الرش، يوخر اللاصقات يعني، لأنه شكلها كلش بشع. فهنا بنات نظفنا المطبخ وغسلناه. وطبعا بنات لا تغسلون المطبخ دائما لأنه القاعية تتحفر. وهنا بنات ماما راحت الكربلة تبدل الرايات وصورت لكم. طبعا كان كلش هوسة بس الأجواء كلش حلوة. طبعا هي راحت من هنا الظهر تقريبا لو ب12 هيك الشي، يعني 12:30. طبعا بنات كلش زحمة. وهنا المغرب او العصر هيك شي. وهنا كانوا يريدون يبدلون الرايات او بدلوا الرايات يعني. طبعا شوفوا بنات كلش ازدحام ما شاء الله. وبس بنات، لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، ولا تنسون من اللايك واشتراك، ومع السلامة. أحبكم هواي.